كاين واحد النوع ديال الرعب اللي ما كيتخلقش من الظلام ولكن من الصمت، من اللحظات اللي كتكون فيها بوحدك وكتحس أن شي حاجة قريبة ولكن ما كتشوفهاش. هاد القصة بدات بحادثة بسيطة، حادثة لو وقعت ليك يمكن تضحك وتقول غير تعب، ولكن اللي جا من بعدها ما كانش بسيط نهائيا. ليلى مرأة في آخر الثلاثينات، ساكنة بوحدها في شقة صغيرة في عمارة قديمة شوية. خدمتها عن بعد، حياتها هادئة وما كتحتكش بالناس بزاف. أول حاجة لاحظتها هي الصوت. في الأول كان خفيف، بحال إلا شي واحد كيمس الأرض برجليه في الشقة اللي فوقها. قالت مع راسها الجيران، ولكن الصوت كان كيوقع غير في الليل ما بين الثانية والثالثة صباحاً. خطوات، توقف، ومن بعد صوت بحال إلا تنفس. مرة فقت فجأة وحست أن الصوت جاي من داخل الشقة ديالها ماشي من فوق. ناضت، دارت الضوء، قلبات، والو. رجعات تنعس. في النهار الموالي حاولت تنسى الموضوع، ولكن مع الليالي الصوت ولا أوضح، ما بقاش غير خطوات، ولا صوت حفيف بحال إلا شي واحد كيجر شي حاجة في الأرض. وفي واحد الليلة سمعت جملة واضحة قريبة، صوت واطي كيقول راه فقتي. ليلى تجمدات، ما قدراتش تهضر، ما قدراتش تتحرك. الصوت ما تعاودش، ولكن الإحساس بقى. من داك الليلة ما بقاتش كتنعس مزيان، كتبقى شاعلة الضوء، كتبقى شاعلة التلفاز غير باش ما يكونش الصمت. مرة في الصباح لقات باب الحمام محلول وهي متأكدة سداتو قبل ما تنعس. قالت يمكن نسيت، ولكن من بعد لقات المرآة ممسوحة بحال إلا شي واحد كان واقف قدامها كيشوف فيها، وكاين أثر ديال يد صغير شوية في زاوية الزجاج. ليلى ما عندهاش دراري، بدا الخوف الحقيقي. مشات عند صديقة باتت عندها ليلى، قالت يمكن غير ضغط نفسي. ولكن في داك الليل في دار الصديقة سمعت نفس الصوت، خطوات، نفس الإيقاع. رجعت للدار مرعوبة، قررت تمشي عند البوليس، حكات كل شيء. الضابط سمع ليها ومن بعد قال يمكن هلاوي السمعية بسبب الإرهاق. ولكن منين سولوها على العنوان وقف شوية ودون شي حاجة. قال لها غير سؤال، هاد العمارة من شحال وانتي ساكنة فيها؟ جاوباتو 1.5 عام. سكت، ومن بعد قال كاين بلاغات قديمة نفس العمارة. ليلى حسات بالقشعريرة. البلاغات كانت ديال سكان قدام، نفس الشكاية، أصوات في الليل، إحساس بالمراقبة، وأصوات كتنادي بأسمائهم. واحد منهم خرج من العمارة فجأة وخلى كل شي وراه. واحدة أخرى دخلت مستشفى نفسي بعد ما بقاتش قادرة تفرق بين الصوت اللي كتسمعه والصوت اللي في راسها. ليلى رجعت للدار، ولكن ما بقاتش بوحدها. عيطات لخوها يبات معاها شي أيام. أول ليلة كل شي كان عادي. في الليلة الثانية الأخ ديالها فاق فجأة وسولها واش كنتي كتدوري في الدار دابا؟ جاوبات لا. قال سمعتك كتهضري. ليلى حبسات الدم، سولاتو شنو سمعتي بالضبط؟ قال سمعت صوتك كيقول لي رجع بلاصتك. في داك الليل ركبوا كاميرا في الصالون غير باش يطمنوا. منين رجعوا تفرجوا في التسجيل كل شي كان ساكن حتى 3 إلى 4. في داك الوقت بان شي حاجة، ما كانش شخص واضح، ما كانش ظل عادي، كانت حركة في الهواء بحال إلا شي واحد كيتحرك بلا جسم. ومن بعد بانت ليلى خارجة من غرفتها، عينيها محلولين، كتوقف في وسط الصالون. ولكن ليلى كانت كداك الوقت ناعسة في السرير حدا خوها. الكاميرا
كتبين نسخة أخرى منها. النسخة قربات للكاميرا وبانت ملامحها، ولكن الابتسامة ما كانتش ديال ليلى. الصوت خرج من الفيديو واضح. دابا رجعت. الأخ ديالها سكر الفيديو وما قدرش يعاود يشوف. في داك الصباح مشاو من الدار. ليلى دخلات في حالة انهيار، ما بقاتش عارفة شنو حقيقي وشنو لا. الطبيب قال انفصام، ولكن ليلى قالت جملة خلات الطبيب يسكت: إلا كنت كنخلق هاد الشي بعقلي، علاش الصوت عارف تفاصيل ما عمري قلتها لحتى واحد؟ الدار تسدات، تكرات من بعد. السكان الجدد بقاو شهرين، ومن بعد مشاو بلا ما يقولوا حتى كلمة. آخر بلاغ تسجل كان قبل أسبوع فقط، صوت مرأة كيعيط في منتصف الليل من داخل شقة خاوية، والاسم اللي كانت كتنادي به هو ليلى. وهنا السؤال اللي ما كيخليكش تنعس مرتاح: واش الرعب هو أنك تسمع صوت ما كاينش، ولا أنك تكتشف أن الصوت عمره كان خارجك؟